الآن خطوة كاملة للمقاس، لأخذ المقاس. أكثر المتابعين يقول لي أصور لهم فيديو كيف تأخذ المقاس. أنا الآن باخذ لكم مقاس لعميل. هذا الثوب اللي عليه ما هو من شغلنا ولا فصله عندنا إطلاقا، هذا شغل محل يعني آخر، ما هو شغلنا. أنا مثلا لما أشتي أحط بصمتي في الثوب، كيف أخذ المقاس بالدقة وكيف أضبط المقاس والوسع وهذا. أحط المتر في منتصف الكتف، في منتصف الكتف، منتصف كتف الرقبة، في المنتصف تماما، منتصف الكتف من هنا، والمنتصف منطقة المنتصف ومنطقة المنتصف اللي من هنا، هكذا تأخذ المقاس. انتبه المتر ينزل عليك من هنا، لازم المتر يجي معك من هنا. طبعا أنا أخذ مقاس بالإنش، هكذا المقاس تنزل طوالي. هذا طبعا الثوب السعودي أكثر الزبائن يلبسون. شوف لو أنت تنزل بالتصوير عادي، نزل هنا بالتصوير، تنزل إلى تحت الظفر، تحت الظفر. بعض الناس بيلبس على الكعب، الذي هو على الكعب تحط المتر هنا فوق سطح القدم وترفع ربع إنش فقط، هذا الذي هي على الكعب، الذي هو مقاس طبيعي 56 إلى محاذاة ظفر الإصبع تماما. أكثر العملاء يلبس أطول من كذا، يعني 56 وربع إلى هنا تحت منتصف اللحمة حق الإصبع الكبيرة. هذا المقاس الصحيح 56 وربع. الآن نجي للكتف. الكتف تأخذ الكتف من حرف الكتف، لا تمشي بعد الثوب حق العميل. مثلا قد يكون فصله في محل ما هو مضبوط على المقاس، أنت تمشي على دخلة الكتف تماما، ركزة الكتف، الكتف المضبوط. هنا معك الكتف بيكون 15 و75، الثوب اللي عليه 16، 15 و75. هذا مقاس اليد السادة 24 و75 إلى عند سبعة الإصبع هذه والإصبع هذه، 24 و75. هذا مقاس اليد السادة للثوب السعودي. الكبك بتسوي 24 وربع، تنقص نص إنش على طول اليد السادة. نزول الكتف الآن تشوف الكتف حق العميل نازل، تحط النزول 2 و75. الآن نجي للوسع. إذا تبي الوسع يطلع عليه مضبوط بالملي، تفعل بالمتر هكذا مليان بدون ما تضغط، بدون ما تخليه ضيق. كم طلع معانا؟ 32. تزود 6 إنش ونص، 6 إنش ونص يطلع الثوب لا ضيق ولا مريح. يعني كم؟ 32 19 9 38، يعني كم؟ 19. يعني تملي المتر كذا مليان، مليان تزود 6 إنش 38، 7 إنش مثلا. إذا كان كتفوه بينه شوية نزول عشان يتناسق، تملي المتر وتسوي 6 إنش 19 تماما وسعه. بحكم ان الثوب اللي عليه ضيق شوي، تجي لهنا تشوفه كم؟ 18 ونص. اذا ال 19 بيطلع على مضبوط 100%. الصدر تزود على الوسع هنش، الورك تزود 2 انش وربع اذا كان وسعه تحت ال20. اذا كان وسعه فوق ال20 تزود في مقاس الورك 2 انش ونص. تحت تزود 7 انش على وسع الصدر. هنا معك وسع اليد، وسع اليد اضغط بالمتر هكذا وزود 3 انش، 1 2 3، يعني 6 و75، 3 اصابع بالراحة. هذا وسع اليد. اليد السادة هنا يفعل هذا. دحين مثلا لو اشتي يرفع يتوضا ما يقدر، لازم ترخي شوية بحيث انك تعرف تطلع المتر. وما طلع هنا معك تسجل نص اليد، يعني 5 انش وربع فتحة اليد بالملي، 5 انش وربع. الرقبة الآن بتكون الرقبة السادة 14 ونص، الرقبة القلاب 14 و75 وخلاص.